السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ارجو اللي تشوفوا القناة تعمل لايك وشير وسبسكرايب. النهارده معانا اللوت اللي هو بتاع السويس اهو، زي الفل. نضفناها وغسلناها جامد اهو، شايفين قلبها؟ نضفناها جميلة وتبلناها بالملح والخل والليمون. ده الديل، وفي الراس انا عيناها، شايفين؟ زي الفل. دي بقى اللي هي الحاجات اللي هي البطروخ والحاجات السمينة اللي من جوه دي بعملها، يعني بسويها. معانا هنا دقيق، نيجي بقى هنا معانا في الطاسة كده في زيت او في الحلة، بس انا بقى بحمر في الحلة علشان ايه؟ الزيت والبصلة تاخد طعم السمك اللي هو المقلي. فاهمين يا بنات؟ اهو بسم الله ما شاء الله. هنيجي هنا معانا هنا اللوت اهو، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، جميل بصراحة، تحفة. هتيجي تردديه كده، احنا طبعا متبلينه، هنردده عشان ما يلزقش معانا. نفضي كده، نخلي كله ايه؟ دقيق. طبعا معانا الزيت هنا اهو، شايفين؟ تعملي كده كده، توقفي دي، هنحطها في الزيت. طبعا الافراد بتاعتك هتعملي 3 هتعملي 2 اللي يريح. الاكل ما بيقولش لا، كل ما الخير عندك ربنا يزيد عليكم يا رب ويستعين. تولع كده معاكي كده. بصراحة كان اكبر حبة دقيقة عندي، دلوقتي بقى واصل 20 جنيه. شايفين؟ حمر معاكي انه ياخد لون معاكي، هتروح مش مقلبيه. خلاص، شايفين؟ لون الديل اهو، سيبيه ياخد لون وبعد كده ارجع لكم. يا بنات، رجعت لكم في التحمير. قلنا نحمرها في الزيت عشان لو عملنا الرز ياخد طعم السمكة وصيادية جميلة. صيادية اللوت قصدي، ان السمك مبيبقى جميل كده مقطعاه ازاي، زي اللحمة شبه قطع اللحمة كده، البفتيك واللحمة اللي بتبقى حمرا ان شاء الله. مكعبات اهي زي الفل، شايفين اللون الذهبي؟ تحفة جميل. صلى على النبي يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي الحبيب يا رسول الله. طبعا الدين شايفين اللون بتاعه، الحته اللي نزلت لطعت منه. طبعا هي الحلة نضيفة، بس عشان الزيت عمل فيها فعملت اللون ده. بعد ما حمرناها طبعا هديها النار، ما قطعنا بصلتين كده خفيف، لان الصيادية بتعوز البصل بيبقى فيها كتير، بتبقى حلوة وريحتها تحفة. وان شاء الله باذن الله جربوها وقولوا لي رايكم. والسمكة دي برضه بعمل منها كفتة، وبعمل منها بفتيك، وبعمل منها كل حاجة اللي هي الفيليه، سمك فيليه هنعملها مع بعض باذن الله. وفي بتعمليها الصيادية والمدفونة اللي هي البيضة، بتطلع منها شوربة بيضة زي الفل. عملها معاكم فيديو تاني، يا رب تعجبكم ان شاء الله. طبعا بعد ما نحمرها كده سايبها لكم اهو، نحمرها ونطلعها من الزيت ونسيبها. بعد ما نطلعها من الزيت كده تصفيها تصفية حلوة كده، نحطها في طبق نضيف. شايفين هنا ده زي الفل. ربنا يوسع علينا وعلى المسلمين اجمعين يا رب. تحت وفوق والجنب وكله لازم تحمري زي الفل. اللوت دي جميلة اوي مغذية، ربنا يوسع علينا وعليكم ان شاء الله باذن الله. معانا هنا الزيت اهو. بعد ما نحط البصل بالطريقة اللي انتوا شايفينها. بعد ما حطينا البصل تفضلوا تقلبي تقلبي تقلبي
هتجيبي شوية ملح وتحطيهم في البصل عشان ايه يخف المية اللي بتبقى في البصل. طبعا احنا عارفين ان البصل ده مية، كله نسبة مية. حطينا شوية الملح، هتسيبي شوية الملح دول وتقلبي بقى لغاية ما يدي معاكي لون أحمر غامق أو لون أحمر بس ده لما تتحرق. قلبي البصل كده وتصبري عليه. هدي النار لو انت عايزة، لو انت مش واقفة جنب البصل فهدي النار. الطريقة دي جميلة جدا. شوية الملح على الوش تحفة إن شاء الله، يا رب تعجبكم وجربوها إن شاء الله بإذن الله تعالى. صيادين السمك المدفونة، السمك اليابس. يا بنات شايفين منظر البصلة هتكرمل معاكي كده وتدي لون أحمر. هتقومي انت جاية وحاطة المية بتاعتك. عايزة تحطي رز الأول حطي، بس أنا بفضل إن المية تغلي. شوفي البصل المفتح فيه الحلة واقف من تحت. أول ما يدي معاكي لون بتحرقي عشان ما تبقاش المدفونة طعمها موت. البصل لو اتحرق معاكي هيمرر الأكل. حطت المية بتاعتنا، سيبي المية تغلي وتاخد لون البصل اهو. سمك الرز ده البني ده في المطاعم الطبق بالشيء الفلاني، طبق ب20 جنيه وب30 جنيه، ما بالك بقى لما الرز يغلى. حطينا هنا، ما هتقولولي انت حاطه مكعب مرقه، عادي انا بحط مكعب المرقه وفلفل وكمون. طبعا اكل السمك بيحب الكمون فكترت الكمون اهو. معانا البهارات دي بس ما بكترش بهارات ولا اي حاجه عشان تحسي بطعم الاكل. بهارات تحفه وجميله وتقلبي كده. طبعا اللي خلى الميه بيضه كده الملح معروف لان الميه سخنه. بعد ما هتقلبيها هتغطيها وتسيبيها تاخد اللون بتاعها. عايزه تصفي حطيت القعد الملح بتاعنا عشان مره واحده السمك ياخد الملح بتاعه وهو بيسوي. شايفين الميه لونها هيبقى بني جميل ازاي، وهتعجبكم ان شاء الله باذن الله. يا ريت يا بنات تشوفوا الفيديو ده تدعيلي ربنا يشفيني ان شاء الله ويشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. وارحم امواتنا واموات المسلمين وارحم امي. طبعا الطريقه دي اتعلمتها من امي الله يرحمها. ربنا يوسع عليكم وعلى المسلمين اجمعين. ادعوا لي ربنا يشفيني، اللهم امينكم. وانت حلو كده يمكن دعوه غريب تستجاب. شايفين الرز لونه بني وجميل ازاي، والفص من جوه زي الفل. طبعا طعمه كان تحفه اهو، متحمر بنفس اللون. يا رب يعجبكم. انا بعد ما حطيت الرز حطينا رز والرز بفلفل، الرز برزتها جميلة وتحفة. الطبق ده بالشيء الفلاني في المطاعم هتعملي ببيتك بالطريقة دي وشوية الرز بني وتحفة اهو. أكلة جميلة وبسم الله ما شاء الله وبالهنا والشفا. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. شايفين رصها أبيض وزي الفل، هتاكليها مش هتشبع منها. انا ما كنت الصبرة بس كلت بصراحة. اعملوا لايك بقى وشير، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. جزاكم